السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا طلاب تانية ثانوي عاملين ايه؟ تعالى يا باشا النهارده نلم كده جرامر يونت 2 في السريع. فجرامر يونت 2 ده كان بيتكلم عن حاجة اسمها البوست بيرفكت. يعني ايه البوست بيرفكت بقى؟ يعني الماضي التام. طب تعالى نشوف الماضي التام ده نفس الفكرة. هو الماضي التام ده بستخدمه امتى؟ قال لك حدثين في الماضي. كم حدث؟ حدثين في الماضي، يعني اتنين حصلوا في الماضي. الحدث الأول تام، الحدث التاني بسيط. الحدث الأول تام، الحدث التاني بسيط. يعني ايه الحدث الأول؟ يعني اللي حصل رقم واحد هتحطه ماضي تام في البديهي منه اهو. طب الحدث اللي حصل رقم اتنين هحطه ماضي بسيط. خلاص كده؟ طب ايه بقى الماضي التام ده؟ بكل بساطة ليه شكل وشكلين، يعني ليه شكل اكتف وشكل باسف، هتقولهم مع بعض. فاعل هاد وبيبي، مفعول هاد بن وبيبي. هتقولها ازاي؟ فاعل هاد وبيبي، مفعول هاد بن وبيبي. طب ولما احب اجيب النفي هتحط نط، احب اجيب السؤال هتعمل مقص، خلص الكلام. الدرس ده اسئلته بيجي في ايه؟ قال لك عندي حاجه اسمها conjunctions. ايه الكونجنكشنز؟ اللي هي الروابط. طب هي الروابط دي بتربط ما بين جملتين، فانا عندي جمله وعندي جمله تانية. اول روابط عندي او مجموعه روابط تعالى نسميها اخوات افتر، اللي هي ايه بقى؟ افتر as soon as when وبيفور ذات. هي افتر بيجي وراها ايه؟ بقول لك ان افتر فيها تي، فيها ساوند ده، فبيجي وراها ماضي تام والناحيه التانيه ماضي بسيط. يبقى افتر تام وبسيط، افتر تام وبسيط. طبعا هكذا as soon as when وبيفور ذات. يبقى افتر as soon as when وبيفور ذات بيجي وراهم ماضي تام، الناحيه التانيه ماضي بسيط. طب امتى بسيط بسيط؟ يعني ايه بسيط بسيط؟ امتى يجي وراها ماضي بسيط ماضي بسيط؟ عندما لا يوجد فارق زمني بين الحدثين. يعني لو حضرتك الحدث ده حصل اول لما ده حصل ده حصل، اذا دي ماشيها بسيط بسيط. فعندي الروابط اللي هتحكمني هنا حاجه اسمها اخوات افتر. افتر واخواتها بنسميها كده علشان اللي بيمشي عليها بيمشي على افتر. يعني عندك افتر as soon as when وبيفور ذات. انا بقول لك ان افتر واس سون از وين وبيفور ذات بيجي وراها ماضي تام. هي افتر فيها ت، خد وراها التام والناحيه التانيه بسيط. طب بيفور باي ذا تايم وين وافتر ذات اعكس، بسيط وبعد كده تام. يعني ماضي بسيط والناحيه التانيه ماضي تام. وبيفور بي فيها ب، بسيط. خلاص كده يبقى لازم يبقى لازم فيها الماضي البسيط والناحيه التانيه ماضي تام. صليت على النبي. ماشي، انا عندي دلوقتي حاله بقول لك فيها ان في حاجه اسمها ماضي بسيط ماضي بسيط. اول لما اقولها لك كده قول لي الجمله دي: عندما لا يوجد فارق زمني بين الحدثين. يعني لو ما فيش فرق في الزمن ما بين الحدثين هتحط ماضي بسيط ماضي بسيط. بعد لما شفت الحادثه اتصلت على البوليس. انا شفت اتصلت، حضرتك دلوقتي انت مش بارد، مش شفت وقعدت مثلا وبعد كده اتصلت. لا، انت ده بمجرد ما ده حدث، ده حدث. يبقى هنا لا يوجد فارق زمني، ماضي بسيط ماضي بسيط. حلو الكلام. بقول لك ان افتر وبيفور لو جه وراها نقط اتعامل معاها ازاي؟ قال لك لو جه وراها نقط انت بتبص على الجمله الثانيه. لو الجمله الثانيه مبني للمعلوم اي ان جي. تاني بتبص على الجمله الثانيه. لو الجمله الثانيه مبني للمعلوم بادئه بفاعل هتحط في النقط الفيرب بلس الاي ان جي. ايه ده يا مستر؟ من غير اي حاجه ثانيه؟ اي ان جي على طول. يعني افتر بلاينج، افتر ستادينج. بس ده امتى؟ لو الجمله الثانيه مبني للمعلوم. طب بقول لك ايه، انا لقيت الجمله الثانيه مبني للمجهول، وطالما مبني للمجهول بينج ببي. مبني للمعلوم اي ان جي، مبني للمجهول بينج ببي. صليت على النبي. يبقى بعد افتر وبيفور لو جه وراها نقط تسال نفسك سؤال من الاثنين: ده مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ الرابط اللي بعد كده عندي رابط حلو جدا ومهم جدا جدا. انا عندي كلمه اسمها until وتل. until وتل دي يا باشا بتيجي في النص، قبلها ماضي بسيط بعدها ماضي تام. مرة كمان until وتل بتيجي في النص، قبلها ماضي بسيط بعدها ماضي تام. صليت على النبي. طب until وتل برضو بتيجي في النص، بصيت على اللي قبلها لقيته مستقبل. لقيته ايه؟ مستقبل. هتحط بعدها يا اما مضارع تام او مضارع بسيط. الرابط اللي بعد كده عندي كلمه اسمها having. هافنج دي بقى او اي رابط من الرابط دول انا عايزك تلعبهم لعبه بازلز. يعني انت بتشوف هافنج بتعرف اللي بعدها ايه. خلاص. بقول لك ان هافنج دي بيجي وراها حاجه من الاثنين: يا اما بيبي يا اما بن بيبي. اللي هي بين، بس قولها بن بس. يعني يا اما بيبي يا اما بن بيبي. طب بيبي امتى يا عم؟ لو الجمله مبني للمعلوم حط بيبي بعدها هافنج. طب بن بيبي لو الجمله مبني للمجهول. طب الناحيه الثانيه ماضي بسيط. ايه ده يا مستر في ناحيه ثانيه؟ حبيب اخوك، هافنج رابط فبيجي وراه جملتين. فبقول لك يا اما بي تصريف الثالث للفعل، او بن والتصريف الثالث للفعل. ده لو معلوم وده لو مجهول والناحيه الثانيه ماضي بسيط. باشا الروابط اللي انا هتكلم عنها دلوقتي برضو مجموعه روابط مهمه جدا 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 وبتتكرر كتير قوي. انا عندك كلمه اسمها نو سونر وهاردلي وسكيرسلي وبيرلي. يا باشا الاربعه دول بقول لك ان هم بيخشوا الخناقه بتاعه الروابط دي.
بس ما بيجوش لوحدهم كده. فنو سونر بتجيب معاها حد اسمه ذان. هاردلي وسكيرسلي وبيرلي بتاخد كلمه اسمها وين او بيفور. ده رابط لازم يجوا مع بعض، ها. يبقى نو سونر ذان. انما هاردلي وسكيرسلي وبيرلي بياخدوا كلمه اسمها وين او بيفور. حلو الكلام. طب بيجي في النص ايه بقى يا باشا؟ بعد نو سونر لو هي جت في الاول بقول لك ان بيجي وراها ماضي تام متشقلب. يعني ايه ماضي تام متشقلب؟ يعني مش فاعل هاد وببي وربنا ابدا. بعد نو سونر هاد فاعل ببي. يعني تخيل الجمله قدامك كده يا باشا، ادي نو سونر. بعد انه سونر ماضي تام عادي ولا متشقلب؟ هتقول لي متشقلب، اللي هو هات فاعل ببي. بعد كده كلمه اسمها ذان، بعد كده ماضي بسيط. تعالى في هاردلي مثلا، ادي هاردلي. هات فاعل ببي، وين او بيفور هناك ماضي بسيط، وهكذا سكيرسلي وبيرلي. صليت على النبي. ده لو جت في الاول. طب يا باشا بقى لو جت في النص، لو جت في النص انا عايزك تفهم ان انا برجع كل حاجه مكانها. يعني ايه بترجع كل حاجه مكانها؟ يعني فاعل هاد نصونر ببي. تعال نقول الجمله دي ماضي تام. هي بس النصونر جت في النص، حطيتها في النص يا عم. فبقت فاعل هاد نصونر ببي زان ماضي بسيط. او فاعل هاد هاردلي ببي وين ماضي بسيط. او فاعل هاد سكيرسلي ببي وين ماضي بسيط. صليت على النبي. ده امتى بقى؟ لما بتيجي في النص. عشان لما يجي لك في السؤال الرايت تفهم ان هي لو في الاول ماضي تام متشال، لو في النص بترجع كل حاجه زي ما هي. الرابطين اللي عندي دلوقتي بقى مهمين جدا، هي جمله بس سهله جدا. It was only when it wasn't until. اسمها ايه؟ It was only when it wasn't until. باشا هو ده الرابط. It was only when دي كلمه زي after مثلا يعني. و it wasn't until دي مع بعضها كده برضو زي after. قال لك ان بيجي وراها ماضي تام. بس دول لما بيخشوا الموضوع ده مش لوحدهم، بيجيبوا حد اسمه ذات. اسمه ايه؟ ذات. يعني it was only when ماضي تام ذات ماضي بسيط. او it wasn't until ماضي تام ذات ماضي بسيط. لازم ذات، لازم ذات. باشا اخر ملحوظتين معايا في الدرس ده بقول لك ايه؟ بقول لك ان انت لو عندك 3 احداث في الماضي، الحدث الاقدم تام، الحدثين ماضي بسيط. يعني ايه الكلام؟ يعني امبارح يا عم انت تقول لي ان انت صليت وكلت اتعشيت يعني وبعد كده نمت. 3 احداث اهو. انهي رقم واحد؟ انهي حصل الاول؟ هتقول لي الصلاه. ماضي تام. طب الحدثين ماضي بسيط. يبقى الحدث الاقدم تام، الحدثين ماضي بسيط. حلو. اخر ملحوظه معايا يا باشا، انا عندي قاعده مهمه قوي قوي قسما بالله. I wish it's time. I would rather. We suppose. ال4 كلمات دول اسمها the unreal past، بس انت عندك حته بسيطه قوي منها. ال4 كلمات دول اللي هم I wish و it's time و I would rather و suppose، دول لو شفتهم في الجملة وشفت بعدهم فاعل، بص على الجملة بتاعتك. لازم هتلاقيها ماضي بسيط. إجابتك ما تنفعش تبقى ماضي بسيط، إجابتك ماضي تام. هو اسمها ماضي غير حقيقي، ها، ماضي كذاب. فبيرجع خطوة لورا. يبقى لو ماضي بسيط ماضي تام. وده يا حبايب قلب أخوكم كان ملخص جرامر يونت 2. اعمل شير ولايك للفيديو وخلي الكل يستفاد. سلام عليكم.